السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ماشي يا استاذ محمد، اتفضل حضرتك. دي يا جماعه هتبقى سلاله الارمنت. طبعا الارمنت بيسموه الراعي المصري او السلاله العربيه، يعني دي من الحاجه الوحيده اللي يعني ايه طالعه من مصر، او منشئ السلاله هي سلاله مصريه الارمنت. طبعا زي ما احنا عارفين ان هم بيستخدموه في كلاب هو يعتبر من اقوى الكلاب الحراسه، بس اكتر شغله مع الاغنام. لو ناخد بالنا واخدين بالكم مع الاغنام دايما بتلاقي الكلب دوت طبعا عشان خاطر بيقف فروته عامله زي فروه اللي هو الخرفان والغنم والكلام من ده، بيقف وسط الغنم ماشي مش باين من وسطهم علشان يختبر اي ديب او اي حاجه تخش تهاجم ما يبقاش واخدين، فدوت بنفض عليهم بسرعه. فديك من يعني دي من شغل الكلاب اللي هم الارمنت عامه يعني، وهي سلاله مصريه الارمنت. اهو هنبتدي برضه انزل لهم الرنج اهوت، ويعتبر اول مره رنج او اول مره شو للكلاب الارمنت. ممكن جوه نصور لكم من جوه احسن. يا كابودي يا جماعه كلاب زي شعرها كثيفه قوي 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 قوي، هو بس دايما شكله مش لطيف شويه علشان خاطر شعرته كتيره وبيلم، وبرطه دي بتلم رمات كتير وحاجات ثانيه كتير. ابتدي برضه الاستاذ خالد رمضان اهو والاستاذ معتز ابراهيم يبصوا على الكلاب ويبصوا على برضه على اسنانهم. نفس اللي بيتعمل مع الكلاب الثانيه بيتعمل مع الكلاب دي كلها. ابتدي يبص لا مؤاخذه يبص في خصيته اهو، يشوف بخصيه او بخصيتين، لو بخصيه واحده يطلع بره، لو بخصيه واحده يطلع بره، بخصيتين خلاص الكلب بقى الامور تمام. يبتدي يبص على اسنانه، السنان مظبوطه وكل حاجه تمام، فالامور بقت كويسه جدا. ما شاء الله مستويات كويسه في الارمنت يا جماعه. السلاله المصريه، السلاله المصريه، السلاله المصريه. كلب ذو شعره كثيفه جدا 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 جدا. اللي برضه هيتحركوا دلوقتي ويشوفوا الرنج. ابتدي يا جماعه الاستاذ معتز الكلاب بيدي امر ان الكلاب تتحرك. الكلاب دلوقتي تتحرك في الرنج يا جماعه. اتفضل. يا جماعه يا رب يكون تصوير واضح يا جماعه، بالذات للكلب الارمنت لانه كلب شكله لطيف شويه اهو. ما شاء الله تبارك الله. حوالي 5 كلاب بس مستويات كويسه قوي. يعني هي كلاب مهيبره شويه، مش متعوده على الحركه، مش متعوده على المشي عامه، بس بيحاولوا يعني نعمل حاجه كويسه. يا الله الجيرمان هينزل يا جماعه، الجيرمان هينزل. استاذ رضا ابو البيض، استاذ عبد العزيز، محمد عادل، هاني شيخ، سامح انور، ان شاء الله باذن الله. يا جماعه كده الشورت هينزل بعد كده يا جماعه، تبقى حاجه كويسه قوي. هنبتدي برضه نصور لكم كلاب الشورت. هتبقى الرنجات بقى، هتتفرجوا على المشي وتتفرجوا على الجمال وعلى الخطوه مع الكلاب بقى الجيرمان. للاسف الفيديو طلع لوحده كده، معلش يا جماعه انا اسف. هم لففوهم كذا مره على فكره، ما اعرفش ليه. كلب مفروض في جميع الاحوال يمشي على الشمال اهو، علشان نعرف بس يعني ايه خطوه شمال. المشي على الشمال يا جماعه زي ما احنا قلنا لما كنا بنمشي جيري او اي كلب، نقول يا جماعه لازم أن يكون بيمشي على الشمال، عشان خاطر زي ما انتم شايفيننا كده احنا في قلب الرنجه جوه. يبتدي الكلب يبقى الحكم شايفه كويس جدا اهو. ما شاء الله كلاب كويسه، شكلها كويس، شكلها لطيف ما شاء الله. يبتدي بعد كده الكلاب الجيرمان شورت هير. هنشوف بقى فين اللي خد مركز اول وفين اللي خد مركز ثاني، هم لسه هيمشوا تاني شكلهم.
طبعا برضو بيخطوا يا جماعه ماشيين همك اهو، يبتدي يمشوا همك. ده خلاص الابيض ده خد مركز اول، تاني تالت، ده رابع، خامس، سادس. هم المفروض 3 كلاب بس اللي بياخدوا مراكز، وبعد كده كله بياخد فيري جود. بالذات فيري جود في الذكوره ما ينفعش طبعا ما تبقاش كسبانه، لازم اكسلنت بالذات في الذكوره. اما النتي ممكن تاخد اكسلنت وفيري جود، تنفع تنتج منها في اي كلاب جيرمان، اي كلاب. لكن فيري جود في الذكوره لا، ما تنفعش. يا جماعه عند باب الرنج بعد اذنكم. ما شاء الله ده ابتدى يخط كويس اهو. الشورت وير ذكور ويناس تجهز عند باب الرنج. دي اول وثاني اللي ماشيين ده، ثالث كده خلاص، الرابع والخامس والسادس دول يعني خلاص فركش دول. حظ سعيد المره القادمه. واي حد يا جماعه مش مشترك بكلب في الرنج بعد اذنكم يستريح هنا على الكراسي، يستريح بره تحت المظله. مفيش حد مش مشترك يكون جوه الملعب. خد مركز ده اول. هم لسه الحكام بيشوف الكلاب بيبص عليها كويس علشان يبتدوا يقيموهم وينزلوهم وياخدوا المركز بتاعهم. ما شاء الله ما شاء الله. كده في مقارنه بين الكلبين ده يا جماعه اهو، في مقارنه بين الكلب الابيض ده والكلب اللي هو الرمادي. فالاستاذ خالد مشاهم تاني والاستاذ معتز خلى الكلاب تتحرك عشان خاطر برضه يبص عليها ويبص على خطوطها عشان خاطر ما يظلموش حد. يبتدي برضه يحركوا الكلاب كلها عشان خاطر برضه يبصوا على الكلاب كلها، لانهم كانت ال6 كلاب بيلعبوا، فالكلاب كلها شكلها احلى من بعضها. زي ما احنا قلنا يا جماعه هو الكلب ده قلت لك مبروك من البدايه، ها قلت لك مبروك. مركز ثاني ما شاء الله، مركز ثالث، مركز رابع، كلها كلاب ما شاء الله كويسه جدا وبتلعب كويس. وزي ما احنا قلنا سلاله مصريه، الارامنت كلب سلاله مصريه، كلب حراسه، كلب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. جزيتهم بيديهم كل واحد تقريبا كيس ذراع يا جماعه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.